اخواتي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. انا جاي لكم بقى في فيديوهات طرش كده يا اسطى، طرش. جايب لكم فيديوهات كده من البهاريز. تمام، عايزك بقى تحضر طبق السناكس بتاعك وتحصلني عشان في دمار شامل. واللي ما يعرفنيش، انا اخوك ياسين، بقدم محتوى رياكت، فيديوهات عباره عن ضحك وهزار وشبرقه شبرقه. يعني يا جماعة كان فاتح ايميله من عند عيال اخواته ومن مش عارف فين ايه. لا لا كده الصعوبات. سيبه يا حاج علي، سيبه هو اللي هيقول لنا على الزتونه. انت مش انت هتكذب مع انك قاعد على سجاده الصلاه، يعني عشان احنا ايه نصدق اللي هو انت قاعد لنا على سجاده الصلاه عشان احنا نصدق الكارثه اللي انت عاملها. نفسي اعرف ايه الكارثه، بس انت شكلك عامل مصيبه كبيره. لا كده الصعوبات. هقول لك ما هيقولوا على اخواتك اللي هيسالها طب ايه؟ والله يا حاج علي هم اللي هيودوك في داهيه، ولا عيالك دول هم اللي هيودوك في داهيه. ربنا يسترها عليك يا حاج. يعني يا جماعة انا امبارح بالليل الناس تكلمني بعتلي مسجات تقول لي مش عارف الحق ابوك بينزل ايه ده يا بابا. طب انا عاوز ده اكيد فيل يا كروان، ده اكيد فيل ده يابا، ما مش ملهاش حل تاني. انا شايف اللي انتوا عاملين مصيبه وعمالين بتداروا عليها من قبل ما تحكوها، وقاعدين على سجاده الصلاه والحاج علي ماسك السبحه ولابس الطربوش. في ايه؟ قولوا على طول طب انا هنستقبلها. عاوز اعرف دلوقتي اللي نزله بالليل ده. افرض دلوقتي انا ما كروان ما نزلش وقال لي الحق يا بابا، ما لو ما كانش قال لي الحق يا بابا وشفت الفيديوهات دي كان عاوز يقفل له ايميل كان يبقى لا سيبك من الايميل يقول في ده منظري ايه؟ منظري معاكم ايه؟ هو يا حاج علي شهاده لله، انت منظرك ايه كده معانا زي العسل يعني. يعني مش الحاجه اللي حصلت على الاكونت دوت هي اللي هتسوق سمعتك معانا، بس احنا عايزين نعرف انت عملت ايه في الاكونت. ما هو انت كده شكلك عامل مصيبه. اصل انا عارف يعني طالما قاعد على سجادة الصلاه ولابس الطربوش ماسك السبحه كده وقاعدين بيتداروا في مصيبه. بس انا نفسي اعرف ايه المصيبه. انا قاعد معاكم لحد ما اعرف المصيبه. قدام اولادي وحبايبي والعالم كله الدول اللي بره يبقى منظر الحاج علي ايه؟ وخد كل الفلوس اللي عملها وحولها نقط. انت الله نعم الوكيل ولا حكيم ومش هسكت. مش هنسكت طبعا. الفلوس رايحه فين؟ يعني الفلوس لا يا اخواتي، انا بعد اذنكم انا كده الدنيا سرفلت مني. انا لغايه دلوقتي مش مستوعب ايه اللي حاصل. يعني مين؟ في حد سرق الاكونت ولا ايه اللي حصل؟ ما هو ولا ايه اللي نزل على الاكونت؟ ما هو كروان يعني ايه اللي نزل وكلم ابوه قال له في حاجه بتنزل؟ ايه اللي نزل؟ طيب ما تعرفونا يا جدعان، ما تسيبوناش كده الدنيا متسرفله مننا. عايزين نجمع الخيوط ببعضيها. يعني الفلوس كانت رايحه انت الحاج علي كان هيطلعها لله على كلها والله مراكي يعني الحاج الله في نيته طلعهم حس الله ونعم الوكيل حس الله فيك. ونعم الوكيل فيك وهنجيبك مش هنسيبك. ايه ده؟ هو الحاج علي بيفتح لايفات لله ولا ايه؟ مش فاهم يعني، ما بيعملش اي حاجه غير اللي هم بياخدهم يطلعوا من الله. طب ماشي، انا معاكم، انا معاكم متفقين اللي هو بياخد الفلوس وبيطلعها لله وبتروح للناس اللي محتاجينها. طب ماشي بقى، مين اللي دخل سرق الاكونت وعمل ايه في الام الاكونت؟ انا لازم افهم. انا خلاص كده الفرع ابتدى يلعب في دماغي. مش هحلكوا غير لما تقولوا. حسبي الله ونعم الوكيل كده. الحاج بيصلي وبيدعي لك اهو بيدعي عليك. بيصلي اهي وادي السبعه وادي الطاير وقول يا رب يجي لك يا رب شيل العيله ديت من ام السوشيال ميديا. العيله دي جابت لي قلو في دماغي. يا جدعان في إيه يا جدعان؟ ما هو يعني انتوا يعني عشان قاعدين على سجاده الصلاه ولابسين الطربوش والسبحه، فاحنا كده المفروض مطالب مننا اللي احنا نصدق اللي حاصل، اللي انا ما اعرفوش لسه لحد دلوقتي. نفسي اعرف ايه اللي حصل ده. انا لما اعرف يا لهوي، يعني في مصيبه حاصله اكيد. ما هو سجاده الصلاه ديت شكلها مريب وانت قاعدين ناحيتها كده عشان تبينوا ان انتوا ناس متقين وتعرفوا ربنا والدنيا يجي لك جميله. المرض الوحش انت يا وعيالك. حسب الله وإحنا ونعم مش هنسكت الوكيل. يا حاج. اه نفسك يا حاج. انتوا رجالتي وبرضه رجالتي في اللايك هتعمل برضه شغل. بس خلاص يا حاج. مش هنسكت ان شاء الله يا حاج. يلا يا رجالتوا اللي في اللايف، انا عايزكم تخشوا تفجروا له الاكونت من الدعم. انا عايز الدعم كله يروح للحاج علي عشان يطلع الحاجه اللي هو كان عايز يطلعها لله. ما كانش بيشحن كوينات. انا يعني انا مش عارف هو الحاج علي كان بيشحن كوينات بيعمل بيها ايه، ولا كان بيلعب بديله في الاكونت، ولا ايه الحوار؟ انا مش فاهم. بس انا مش هحل يا جدعان غير لما نفهم ايه الحوار. السلام عليكم، ازيكم يا اولاد، ازيكم يا اخوات، عاملين ايه؟ شفتوا امبارح اللي حصل؟
واحد خد الايميل، دخل على الايميل بتاعي وخده ونزل افلام ابحه. افلام ابحه؟ ده احنا وصلنا للدرجه دي؟ ده احنا يا لهوي، ده احنا هنخرب الدنيا. عملت ايه يا حاج علي؟ انا قلت برضه انت اكيد لازم تكون بتلعب بديلك في الاكونت. افلام ابحه مره واحده، واللي سرقها ده سرقها ازاي؟ سرق الاكونت ازاي وهو برقم تليفونك وبالايميل بتاعك؟ ازاي بقى عملها؟ ازاي يا ابن اللعيبه الجاحد اللي مفيش منه ثلاثه ده؟ ها، وبهدل الدنيا. المهم كروان، ناس اتقالوا بالكروان، نزل كروان الله يبارك له، فضل ايه يمسح يمسح، وغيرنا كلمه السر. بنبص الكروان بيقول لي في فلوس، قلت له اه في فلوس. بيبص ما لقاش فلوس خالص. طب يا ابني انت عارف الفلوس دي كانت رايحه فين؟ بصوا يا جدعان، شهاده لله انا مصدق الحاج علي. عارفين ليه؟ عشان حاجه واحده بس، عشان هو قاعد على سجاده الصلاه وماسك السبحه والطربوش. هم دول اللي مخليني مصدقه. والله العظيم لو كان قاعد على الكرسي اللي هو كان بيقعد عليه ولا الكنبه اللي ورا دي ما كنتش مصدقه. ما كنتش هصدقه خالص، بس انا مصدقه عشان الحركه اللي هو عاملها، القعده اللي هو قاعدها دي. وبعدين فلوس ايه يا حاج علي؟ ده انت كلك فلوس يا راجل. سيبك من الكلام ده. انت عارف الفلوس اللي انت خدتها دي هو استبدلها عمله يا جماعه، استبدلها عمله يعني لعب، استبدلها لعب كده. حسب الله ونعم الوكيل. لا يا حاج علي ما تدعيش، انت الدعوه بتاعتك مستجابه يا راجل. ده انت كده هتقلبه كومودينو. اخرة الليل عب بديله. تعرف الفلوس دي كانت رايحه فين؟ وانت بتطلع لله يا ابني. انت كده شوف كام واحد كده ما رضيتش، مش هتديله جنيه، انت خدتهم كده. حسب الله ونعم الوكيل. هم هيدعوا عليك بقى. شوف كم واحد هيدعي عليك بقى. ياه. انا عن نفسي ما دعيتش ولا هدعي. انت هتدعي ولا ايه نظامك معايا في قلب الفيديو ده؟ الدنيا خربانه خالص. ترند جديد بهاشتاج ابو كروان بيتفرج على سيكو سيكو. وانا مش مسامحك ليوم الدين. انا بدعي لك، لا انا بدعي عليك مش بدعي لك. ظهرت كلمة الحق. هي ظهرت أول كلمة الحق اللي أنت بتدعي له. يا علمة مخضرمة. أنت بتقول إيه؟ يا نهار أسود على المصيبة يا عم أنت. بدعي لك، انا بدعي عليه يا رب يا رب وريني في المرض الوحش يا رب هو وعياله، عشان يعرف ان الله حق، عشان هو ظلم ناس كتير كده. انت ظلمت ناس ما ظلمتنيش انا. ليه يا حاج؟ هو أنت شغال لله وللوطن يابا على الأكونت دوت ولا إيه؟ عشان أبقى فاهم، شغال لله وللوطن ولا شغال الناس هم اللي بيستفادوا من الأكونت؟ ما هو انت اللي اتظلمت، وانت اللي جه عليك الدنيا، والدنيا كلها حطت عليك احلى ترند جديد. ده ترند مفيش منه، انا ما شفتش حد طلع ترند بالطريقه دي. حاجه جديده، سبيشال ريكويست. انا بصلي ايام ده بين ايادي ربنا اهو. بص انا ما فهمتش اي حاجه من اللي انت قلتها غير اللي انت بتخبط. تمام، واحنا مصدقينك عشان انت قاعد على سجادة الصلاة وماسك لنا السبحة والطربوش. انت لو كنت قاعد حاجة تانية غير القعدة زي ما انا قلت لك كده ما كناش هنصدقك، لان انت يعني حبيك لنا الدراما في قلبك. انا مصدقك. ما تتفرجش على سيكو سيكو. بصلي اهو، وكل ما اصلي هدعي لك نفس النظام. حسب الله ونعم الوكيل. يا رب وريني فيك المرض الوحش يا رب انت وعيالك، عشان انت كنت هتبوظ سمعتي. هو الشهاده لله يا حاج علي، انت سمعتك مش محتاجه. والله سمعتك مش محتاجه سيكو سيكو ولا بتنجان دخل في ايد اللون ولا اي حاجه. يابا انت سمعتك زي الفل، انت تمام يا عم سباعي، انت ما فيكش اي حاجه. والواد اللي نزل افلام سيكو سيكو انا هجيبه من بوكسر بتاعه واخليه يتاسف لك يا حاج علي، بس هو لو كان فيه اصلا بوكسر عشان نبقى متفقين. قدام اولادي واخواتي ينزل افلام ابحه. حسب الله ونعم الوكيل فيك يا شيخ. السلام عليكم. قول لكم يا اخواتي، كل اللي فات اشاعات، ابو كرام ما بيتفرجش على افلام اباحيات. انا ما صدقوه، انا بقول لكم ما صدقوه. يا واحد يكذب. وهنا نكون وصلنا لنهايه الفيديو، يا رب يكون عجبك، ولو عجبك ابعت لي كومنت وقول لي الدنيا فيها ايه، ولو عايز تزورنا بلايك اديها لايك، انا عايزك تديها لحد ما تحشيها. السلام.